قوام المحبة موافقة الحبيب في جميع الأحوال. توافق ربك عز وجل، تقول والله أنا أحب الله وأحب القرآن وأحب، لكن برضو عندنا محبة لليهود ومحبة للنصارى. أحب الله بنحب اليهود يعني كاذب في دعواك، لأن هؤلاء غضب الله عليهم. كيف تزعم أنك تحبه وأنت تحب عدوه؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ابن القيم يقول وتحت هذه الآية من العتاب الشيء العظيم، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. هو ربنا طرد من الجنة لما تكبر عن طاعة الله في إكرام أبيكم، أبا يسجد لأبيك طاعة لله فطرده الله، تجي توالي وانت تجي توالي. وانا ارى الان تسارع الاخبار بتجيب لنا هياكل في الدول العربيه، هياكل يهوديه تعمل وتصنع ليرضى اليهود، ليرضى من قالوا عن الله ان الله فقير ونحن اغنياء. ديل والله لو قلت عن بعض هؤلاء الذين يصنعون الهياكل، لو قلت عن بعضهم هو فقير ومملق ويسجلوا لك جنايه ويعتبروك مجرم كبير، وهذا يسب رب العالمين. راجعوا دينكم وايمانكم واسلامكم، ليس بين الله وبين احد من عباده نسب، ما في ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لنا علاقات ولنا مودات ولنا محبات وعلاقات استراتيجية. علاقتك الاستراتيجية مع رب البرية كيف؟ شايل همها ولا رامي حجرة؟ عبد الله بن رواحة يقول لليهود لما دار يدوك، يا أخي ديل أنا قلت لجماعة في درس ديل بن رواحة ذاته وجبريل طالع نازل دار يدونا شوى، يرفعوا منك انت. المفاوضين بيفاوضون، جبريل بيمشي ويجي عارفينه، ورسول الله نبي عارفينه، خبرهم بيجي من فوق مش بالاقمار الصناعيه، بيجي من رب البريه عارفينه. قالوا لعبد الله بن رواحه رايك شو نديك حاجه وتزيد لنا الكيل حقنا في المدينه ذاتها، وجبريل بيمشي ويجي. تقول لي استراتيجيه مسكين. اداهم درس انطقهم بالحق، قال لهم لقد جئتكم، دي تربيه النبي صلى الله عليه وسلم، فتش هذا عن دينك وعن من رباك، لقد جئتكم من احب خلق الله إلي، يقصد منه رسول الله، وأنتم أبغض خلق الله إلي، وما يمنعني حبي له وبغضي لكم أن أعدل بينكم. يعني لو في ظلم أظلمكم أنتم يا أبناء القردة والخنازير. قال لهم كده تريدون مني أن أطعم السحت يا أبناء القردة والخنازير، لقد جئتكم من أحب خلق الله إلي. النبي لو في ظلم أظلمكم أنتم ما أديكم تمرة، لو في ظلم ما أنا بحب النبي وأنتم أبغض خلق الله إلي. عارف قالوا شنو؟ بهذا قامت السماوات والأرض، بالعدل ده، العدل اللي رب عليه النبي. تريدون عدلا في غير شريعة الله، تريدون عدلا في الأهواء. من هارون الرشيد إلى غطفير كلب الروم أما بعد، الجواب ما ترى دون ما تسمع. هذا يوم كنا عزة كراما، لكن تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان، فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى ولا الآذان آذان. فنسأل الله أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك.